نشر الفنان تامر حسني مؤخراً رسالة قوية عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك. في هذه الرسالة استخدم تامر حسني تشبيهاً لشخص يحمل العديد من الأشخاص على ظهره، وأحدهم يسيء إليه أو يتهمه بغير حق. أوضح أنه إذا توقف هذا الشخص للرد على الإساءة فسيتضرر الجميع بلا ذنب. أكد تامر أن المسؤول عن العديد من الأشخاص سواء في العمل أو العائلة أو الحياة يمنحه الله القوة والصبر والحكمة والرحمة لمواصلة مسيرته دون شكوى. وأشار إلى أن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس عند الغضب، مستشهدا بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي هذه الرسالة في سياق الشائعات والتقارير الإعلامية حول خلافات بين تامر حسني وزوجته السابقة بسمة بوسيل. يعتقد أن هذه الرسالة تحمل تلميحات إلى تلك الخلافات، خاصة مع استخدامه لعبارة "والحدق يفهم"، مما يشير إلى وجود معان خفية قد تتعلق بوضعه الشخصي.